بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نشتغل مع بعض النهارده تصميم شنطه كروس او ميني باك صغنونه كده، وهنشتغل معاها طقم جلد. سهله جدا وبسيطه والوانها بتبقى مبهجه وحلوه قوي. تعالوا نشوف الخامات والادوات اللي هنشتغل بيها النهارده مع بعض باذن الله. بس يا ريت لو بتشوفينا لاول مره ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه، تعملي لايك لو الفيديو لو عجبك، وتسيبي لي رايك في الكومنتات عشان رايكم بيشجعني. كمان لو انتي مهتمه بصناعه الاعمال الفنيه واليدويه بصفه عامه، تقدري تشتركي في القناه التانية جوجو تشانل. هسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف، ان شاء الله هتلاقي عليها حاجات هتعجبك. يلا نقول بسم الله نبدا شغل. الخامات والادوات اللي هشتغل بيها النهارده باذن الله. الخيط اللي هشتغل بيه النهارده هو خيط خيش، وطبعا الالوان كلها اختياريه. انا هشتغل باللون اللي هو مدي على اصفر شويه كده، مش هشتغل بلون الخيط الاساسي. ومحتاجه طقم جلد. معايا الطقم ده مكون من 3 قطع، بيبقى معايا اليد الكروس بتاعته، ومعايا القلاب، ومعايا الجزئيه اللي بتقفل القلاب القفل بتاعه. هشتغل معاه النهارده بابره كروشيه مقاس 4.5، وعايزه ابره تنظيف وعايزه مقص. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. اول حاجه بقى هعملها هبتدي ان انا هعمل عقده بدايه، وهشتغل عدد سلاسل. العدد السلاسل اللي هشتغله دلوقتي هو بيحدد لي عرض الشنطه بتاعتي. انا هشتغل مثلا حوالي 15 غرزه سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. انا كده اشتغلت ال 15 غرزة سلسلة. بعد كده هرتفع غرزة ارتفاع للسطر الجديد، وهسيب غرزة الارتفاع وهروح للغرزة اللي بعدها على طول، وهشتغل في كل غرزة بتقابلني غرزة حشو واحدة بس. اشتغل بغرز الحشو كده على السطر كله. كل غرزة سلسلة بتقابلني بشتغل عليها غرزة حشو واحدة لحد اخر السطر. همشي كده بغرز الحشو لحد الاخر ونرجع نكمل. اشتغلت كده بغرز الحشو لحد اخر السطر، ودي اخر غرزة عندي في السطر، ودي مش هشتغل فيها غرزة واحدة بس، دي هعمل فيها تزايد وهشتغل فيها 5 غرز كلهم في نفس المكان بغرزة الحشو. 1 والتانية في نفس المكان، 2 3 4 والغرزة الخامسة كمان في نفس المكان. هلاقي ان الشغل بدأ ياخد معايا دوران عشان اقدر اشتغل على الجنب التاني لغرزة السلسلة. كده الشغل لف معايا، وابتدي ان انا هشتغل على الجنب التاني للسلسلة. كل غرزة بتقابلني هشتغل عليها غرزة حشو واحدة بس. همشي كده السطر ده بغرز الحشو لحد اخر غرزة، وهنيجي عند اخر غرزة نشتغلها مع بعض عشان هنعمل فيها تزايد زي ما عملنا في الجنب ده. خلصت كده واشتغلت بغرز الحشو على الجنب التاني للسلسلة، وجيت هنا كده دي اخر غرزة عندي في السطر، وهشتغل في ظهرها 4 غرز حشو. 1 2 3 4 والغرزة الخامسة هي الغرزة الأولى اللي في الأول خالص، اللي تعتبر بدأت بيها السطر، إن أنا اشتغلت في ظهرها. يبقى أنا كده عندي 4 غرز، والغرزة اللي في الأول دي يبقى أنا كده عندي هنا 5 غرز وهنا 5 غرز. كده السطر معايا خلص. هبتدي إن أنا هشتغل السطر الجاي على طول من غير ما أقفل بمنزلقة أو أعمل ارتفاع أو أي حاجة. هاجي كده في أول غرزة هتقابلني هشتغل عليها غرزة حشو، وأحط بس علامة عشان أعرف إن دي بداية السطر اللي عندي. دي كده اول غرزة عندي في السطر. 1 الغرزة اللي بعدها اشتغل عليها حشو، 2 3 هشتغل بقى ال15 غرزة ثابتين اللي بشتغلهم في الجنب لحد ما اوصل عند جزئية التزايد ونيجي نشتغل مع بعض. يعني انا كده بحط العلامة في اول غرزة، دي تعتبر معايا غرزة رقم 1، وهعد 15 غرزة واوقف شغل ونيجي نعمل التزايد مع بعض. اشتغلت كده بغرز الحشو على 15 غرزة، وهاجي هنا كده بقى في زاوية الشغل بتاعتي، وعلى ال3 غرز الجايين دول هشتغل تزايد في كل غرزة. يعني كل غرزة بتقابلني في ال3 دول هشتغل فيهم غرزتين، يبقى التزايد عندي كده هيبقى نتيجته 6 غرز. اول غرزة كده هتقابلني هشتغل عليها غرزتين حشو، 1 والتانية في نفس المكان، واللي بعدها هشتغل فيها 2.
واحد، التانية في نفس المكان، اللي بعدها كمان هشتغل فيها تزايد، واحد والتانية في نفس المكان. وبعد كده هشتغل على 15 غرزة في الجنب التاني ثابتين، غرزة حشو واحدة بس في كل غرزة. ابتدي بقى اعد واحد، اتنين، تلاتة، اكمل ال15 غرزة وارجع لكم نعمل التزايد الناحية التانية مع بعض. اشتغلت كده بغرز الحشو على الجنب التاني 15 غرزة، ودلوقتي هنا كده اخر 3 غرز عندي في السطر في الناحية دي هما اللي بشتغل فيهم التزايد زي ما عملت الجنب التاني. كل غرزة فيهم هتقابلني هشتغل عليها غرزتين حشو، يبقى هنا كده كمان هيبقى عندي 6 غرز، واحد، اتنين، الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها كمان اتنين، والغرزة اللي بعدهم هشتغل فيها اتنين. دي كده اخر غرزة عندي في السطر. السطر الجديد زي ما قلنا احنا بنشتغل على طول من غير التزايد ولا من غير ارتفاعات ولا اي حاجة. دي العلامة اللي بتكون عندي في اول كل سطر. هشتغل الغرزة دي كده واحد، اول غرزة في السطر الجديد، وانقل العلامة معايا كده. عملت اول غرزة، اللي بعدها هشتغل فيها غرزة كده اتنين، اللي بعدها كده تلاتة، واكمل بقى ال15 غرزة بتاع الجنب ده الثابتين، غرزة في كل غرزة لحد ما اوصل لرقم 15. بعد كده نيجي نعمل تزايد بتاع السطر الجديد. خلصت ال15 غرزة ثابتين في الجنب ده، وهاجي هنا كده عند جزئية التزايد. لو انا مبتدئة مثلا وهتلخبط في العدد ممكن احط علامة في اول التزايد وعلامة في اخر التزايد عشان اعرف الجزئية اللي انا بشتغل فيها التزايد. لكن لو همشي بالعدد يبقى انا بشتغل 15 غرزة ثابت، وبعد كده في الجنبين بعمل التزايد بتوعي. طيب المجموعات بتاعه التزايد اللي في السطر ده هتبقى ماشيه ازاي؟ هتبقى ماشيه غرزه حشو واللي بعدها تزايد، بعد كده مره كمان غرزه حشو بعدين تزايد، بعد كده غرزه حشو وتزايد. يبقى اول غرزه هتقابلني اشتغل عليها غرزه حشو واحده بس، واللي بعدها هشتغل عليها اتنين، واحد والتانية في نفس المكان. هكرر المجموعه دي مره كمان، غرزه حشو واحده بس، واللي بعدها غرزتين، اكرر مرة كمان غرزة حشو، واللي بعدها فيها تزايد. فانا كده عملت التزايد بتاع الجنب ده. بعد كده همشي ال15 غرزة الثابتين اللي بشتغلهم في الجنب ده. كل غرزة بتقابلني بشتغل عليها غرزة حشو واحدة بس لحد ما بخلص ال15 غرزة. بعد كده في الجنب التاني هنعمل نفس التزايد، اخلص الثابت وارجع لكم. خلصت ال15 غرزة الثابتين وجيت للجنب التاني بتاع التزايد، وزي ما عملت الناحية دي هشتغل غرزة فيها حشو وغرزة فيها تزايد، وهكرر المجموعة دي 3 مرات. اول غرزة بتقابلني هشتغل فيها حشو واحدة بس، اللي بعدها فيها تزايد، واحد والتانية في نفس المكان، بعد كده غرزة حشو واحدة بس، واللي بعدها تزايد، وبعد كده غرزة حشو واحدة بس، واخر غرزة عندي في السطر هيكون فيها تزايد، واحد والتانية في نفس المكان. كده السطر خلص عندي. هبتدي اشتغل السطر الجديد، وزي بداية كل سطر هشتغل اول غرزة في السطر عندي وانقل العلامة عشان اعرف ان دي بداية السطر. دي كده الغرزة رقم واحد، واعد لحد ما اكمل ال15 غرزة الثابتين. كده واحد، اتنين، تلاتة، خلص ال15 غرزة وارجع لكم نعمل التزايد الجديد. خلصت كده ال15 غرزة الثابتين وجيت هنا عشان اعمل تزايد السطر الجديد. والتزايد في السطر الجديد هيبقى ماشي معايا غرزة مفرد غرزة مفرد بعد كده غرزة تزايد، وبكرر المجموعة دي 3 مرات. اول غرزة فيها غرزة حشو واحدة بس، واللي بعدها
غرزة حشو واحدة بس. بعد كده هعمل تزايد، اعمل غرزتين في نفس المكان. هكرر مرة كمان، غرزة حشو واحدة بس، غرزة حشو واحدة بس، بعد كده غرزتين في نفس المكان. هكرر المجموعة دي مرة كمان، غرزة حشو لوحدها، واللي بعدها فيها غرزة حشو لوحدها، وبعد كده هعمل تزايد في الغرزة دي 2 في نفس المكان. تمام كده، انا خلصت التزايد بتاع الجنب ده. هشتغل ال15 غرزة الثابتين، غرزة في كل غرزة لحد ما اخلص ال15 غرزة. بعد كده نيجي للجنب التاني نشتغل التزايد. خلصت ال15 غرزة الثابتين للجنب ده، هاجي هنا كده وبعمل التزايد بتاعي زي ما عملت الناحية دي بالظبط، غرزتين مفرد، بعد كده غرزة تزايد، غرزة حشو، واللي بعدها غرزة حشو، بعدين غرزة تزايد. هكرر مرة كمان، غرزة حشو، بعدين غرزة حشو، واللي بعدها غرزة تزايد. تزايد يعني بعمل غرزتين في نفس المكان. هكرر مرة كمان، غرزة حشو، غرزة حشو، واخر غرزة عندي في السطر بيكون فيها تزايد، واحد والتانية في نفس المكان. كده السطر خلص معايا، وهنا كده جيت عند بداية السطر الجديد اللي هي اول غرزة، الغرز الثابتة. اشتغل اول غرزة وانقل معايا العلامة، وبعد كده بشتغل الغرز الثابتة اللي عندي. لو انا محتاجة ازود القاعدة اكبر من كده يبقى هشتغل 15 غرزة ثابتين، واجي هنا عند السطر ده او عند الجزئية بتاعة التزايد واشتغل تزايد السطر الجديد. تزايد السطر الجديد يبقى ماشي معايا ازاي؟ يبقى ماشي معايا 3 غرز مفرد، بعد كده غرزة تزايد، يعني هعمل واحدة حشو واحدة حشو واحدة حشو، واللي بعدهم هتكون فيها 2، وبكرر المجموعة دي 3 مرات، وبشتغل بعد كده هنا كده 15 غرزة ثابت، وارجع في الجنب التاني واكرر التزايد بتاعي، واقدر بقى اتحكم في حجم القاعده زي ما انا محتاجه، اكبر في عدد سطور التزايد. انا هكتفي بالمقاس ده عشان انا هعملها شنطه صغيره شويه، مش هعمل تزايد تاني. انا هشتغل بقى السطور ثبات، هشتغل في كل غرزه بتقابلني غرزه حشو واحده بس. هلاقي بقى ان الشنطه بدات معايا تلم الجوانب بتاعتها والاجزاء بتاعتها وبدات ترتفع معايا. انا هفضل اشتغل بقى في سطور فوق بعض فوق بعض لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه. مش محتاجه ان انا اللي معايا العلامه خلاص، انا بسيب العلامه كده، بكون بس عارفه فين بدايه السطر ونهايته، لاني مش هعمل تزايد، هيبقى ماشي معايا السطور كلها غرزه حشو فوق كل غرزه، ولا هقفل السطر بمنزلقه ولا هقفل بارتفاع ولا اي حاجه. هي اخر كده كل غرزه سطر بشتغل حشو على الغرزه اللي بعدها على طول لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه. اوصل بقى للارتفاع اللي انا محتاجاه ونيجي نكمل باذن الله مع بعض بقيه الاجزاء. هنا كده خلاص اشتغلت ارتفاع الشنطه بالسطور اللي انا محتاجاها، واشتغلت ارتفاع حوالي 26 سطر. طبعا انت بتتحكمي في الارتفاع زي ما انت عايزه. بعد كده عملت ايه؟ طبقت الشنطه بتاعتي كده عشان احدد الجزئين بتوع النص، وحطيت علامه هنا وحطيت علامه في الجنب التاني بالظبط، وعدد الغرز اللي قدام مساوي لعدد الغرز الناحيه التانيه. ليه بحط العلامات دي؟ عشان اشوف هحط منين النص دايره اللي انا هشتغل بيها عشان اقدر اركب فيها اليد بتاع السلسله. طيب لو انا مش عندي الحلقات اللي هي النص دايره اللي زي كده، وعندي الحلقات سهله الفتح وهشتغل بيها، يبقى خلاص بعد ما بخلص شغل خالص بدخل الشغل بتاعي كده وبمسكهم بالحلقه السهله الفتح من الجنبين. لكن انا عندي النص دايره دي هشتغل بيها وحابه ان انا اخليها جوه الشغل، فانا كده حددت منطقه النص اللي عندي من الجنب ده والجنب التاني. هعمل خطوه كمان، دي كده غرزه النص، هعد قبلها غرزتين، 1 2، وفي الغرزه الثالثه هحط علامه. تمام. ووراها هحط علامه برضو، يعني كده غرزه النص اهي، هعد 1 2 وبعدها هحط علامه. والجنب التاني هعمل نفس الحاجه برضو،
دي الغرزة بتاعة النص هو اللي انا محدداها، قبلها بغرزتين، 1 2، في الغرزة الثالثة احط علامة، ووراها برضو غرزتين، 1 2، والثالثة هحط علامة. تمام كده، يبقى احنا حددنا الجزئية اللي في النص اللي انا هقفلها لجوه وامسكها بالحلقات. فاهمين قصدي ايه؟ دلوقتي بقى هبتدي هشتغل غرز حشو عادية خالص لحد ما اوصل للعلامة اللي انا حطاها. هنا كده حشو حشو، يعني كأني بكمل السطر بتاعي عادي لحد ما اوصل عند اول علامة انا حطاها. هبتدي بقى اعمل ايه؟ هزق الشنطة دي معايا لجوه كده النص ده، وهجمع الغرزتين دولت مع بعض اللي انا حاطه فيهم العلامتين بالشكل ده كده. واضحه معاكم؟ وهاجي بقى من هنا واشتغل غرزه الحشو في العلامه الاولانيه من هنا كده. هدخل بالابره وهاخد معايا الغرزه التانية اللي انا معلماها في الجنب التاني واشتغل غرزه حشو. هسحب اعديهم من كل الغرز دي واشتغل غرزه حشو. الغرزه دي هي الغرزه اللي في النص اللي انا يعتبر معلماها بغرزه النص، برضو هنقل فيها العلامه معايا عشان اعرف ان دي النص بتاعي بالظبط. هكمل السطر عادي بغرز الحشو، ماليش دعوه خلاص بالعلامات دي، العلامه دي اللي انا شغاله فيها. اكمل السطر كله بغرز الحشو لحد ما اوصل للجنب التاني، وهعمل برضو نفس الحركه، هجمع الغرزتين دولت مع بعض عشان يدوني الكسره بتاعت الجنب دي. تمام، هكمل كده واجي هنا ونشتغل الناحيه التانيه مع بعض. خلصت الجنب ده كده بغرز الحشو، وهجيت هنا عند العلامات التانية اللي انا حطاها في الجنب التاني وهعمل نفس الحاجه. هدخل كده الجزئيه دي لجوه وهبتدي ان انا هشتغل غرزه حشو هجمع فيها العلامتين دولت مع بعض. هدخل بالابره هنا كده في الغرزه دي وهاخد معاها الغرزه اللي انا حاطه فيها العلامه التانية كده واسحبهم واشتغل غرزه الحشو عادي. ودي كده الغرزه اللي في النص اللي انا محتاجه ان انا اخليها معايا فيها علامه لسه. وبعد كده هشتغل برضو الجنب التاني عادي غرزه حشو في كل غرزه. المفروض اعد ما بين العلامتين عشان انا برضو محتاجه ان يكون العدد ده زي العدد ده، عشان اما اجي اركب القلاب بعد كده يكون في نص الشنطه بتاعتي، ما يكونش في جنب اكبر من جنب. اشتغل بغرز الحشو لحد ما اوصل قبل العلامه اللي هناك بغرزه ونرجع نكمل كده. خلاص اشتغلت برضو بغرز الحشو على الجنب التاني، وهاجي هنا بقى احنا لسه معانا العلامه بتاعه النص، وهبتدي قبلها بغرزه وبعدها بغرزه، والغرزه اللي في النص دول الثلاث غرز اللي انا هثبت فيهم الحلقه بتاعتي. هاجي كده الغرزه اللي قبلها اهي، هدخل اخد غرزه حشو من جوه الحلقه عشان اثبت الحلقه معايا في الشنطه. الغرزه اللي بعدها اللي هي اللي فيها العلامه بتاع النص بالظبط اشتغل فيها غرزه الحشو الثانيه، والغرزه اللي بعدهم اللي هي فيها غرزه الحشو الثالثه. يبقى انا كده ثبت الحلقه بتاعتي معايا في الشنطه. خلاص كده مش محتاجه العلامه دي، وهمشي بغرز الحشو لحد ما اوصل على الجنب التاني وهثبت برضو الحلقه بنفس الطريقه. كل غرزه بتقابلني هشتغل عليها غرزه حشو، اوصل للجنب التاني واجيلكم. اشتغلت كده الجنب ده بغرز الحشو، وجيت عند الناحيه التانية للحلقه التانية وبنفس الطريقه برضو الثلاث غرز اللي عندي في النص هم اللي بشتغل بيهم، بشتغل عليهم السلسله، العلامه اللي في النص واللي قبلها واللي بعدها. ادخل بالابره كده اول حلقه، الغرزه اللي فيها العلامه تاني حلقه، والغرزه اللي بعد العلامه. يبقى انا كده ثبت الحلقه بتاعتي، بشيل خلاص العلامه دي مش محتاجاها، وهشتغل برضو بغرز الحشو لحد ما اوصل للناحيه التانية. كل غرزه بتقابلني بشتغل عليها غرزه حشو واحده بس. هخلص السطر ده كده وهشتغل كمان سطر فوقيها بغرز الحشو كده عشان اقفل الشغل بتاعي، وبكده هكون خلصت جسم الشنطه. اخلصها ونرجع نشوف مع بعض هنكمل ايه. دلوقتي بقى هشتغل على الغرز بتاعه القلاب عشان اقدر اثبتها في الشنطه. انا هشتغل غرز القلاب بابره مقاس اقل نمره، هشتغل بابره 3.5 عشان تكون شكلها مظبوط مع الفراغات دي.
هاجي كده هدخل في اول فراغ بيقابلني وهفصل الخيط، هعمل عقدة في ظهر الخيط كده في ظهر الشغل واسحب واطلع غرزة ارتفاع وهرجع في نفس المكان تاني واشتغل غرزة حشو. بريح ايدي شوية كده بارتفاع القلاب عادي. تمام كده. همشي على كل فراغ بيقابلني في الفراغات دي غرزتين حشو، كل فراغ بيقابلني هشتغل عليه غرزتين حشو. في نفس المكان هرجع تاني واشتغل غرزة حشو. عشان كده صغرنا مقاس الابرة نمرة عشان اقدر اشتغل غرزتين الحشو بكل سهولة. امشي كده كل فراغ بيقابلني اشتغل عليه غرزتين حشو لحد الاخر، اخلصهم وارجع لكم. اشتغلت كده كل الفراغات اللي قابلتني بغرزة حشو. في الاخر كده هاخد غرزة سلسلة للتثبيت وهقص خيط طويل شوية يكفي معايا ان انا اثبت القلاب ده في الشنطة. واسحب الخيط لفوق. تمام كده. هجيب بقى ابرة التنظيف واوصل فيها الخيط بتاعي. هنجيب الشنطة دي كده بقى شكلها دلوقتي، وهبتدي ان انا هخيط القلاب ده في ظهر الشنطة كده. اظبط بس الابعاد بتاعتي، اشوف ان انا لما اقفله هيكون هنا، ده الجزئية التانية بتاعته اللي هتتثبت هنا كده وتكون بتتقفل بالشكل ده. ابدا بقى اظبط معايا كده الابعاد واشوف ان انا هثبت فين القلاب بالظبط، ووسطنه يكون ما بين الجزئيه اللي في النص دي، ما تكونش جنب ابعد من جنب. وهبتدي ان ده هثبته خياطه بابره التنظيف كده في الغرز دي. بدخل في الغرزه دي واخش في الشنطه واسحب واخرج تاني واثبت كل الغرز دي خياطه في الشنطه. هخلص الجزئيه دي بس عشان اقدر اتحكم فيها من ورا الكاميرا وارجع لكم تاني. ثبت كده القلاب في ظهر الشنطه بالشكل ده كده. تمام. دلوقتي بقى فاضل لي عندي اخر جزئيه دي هثبتها برضو خياطه هنا كده بنفس الطريقه بابره التنظيف وبنفس الخيط اللي انا شغاله بيه. هظبط كده بس المسافات بتاعتي واشوف لما هقفلها هيكون شكلها فين وظبطتها فين. وبعد كده ببتدي ان انا اخيطها برضو خياطه عاديه بابره التنظيف الخيط اللي انا شغاله بيه من جوه الشنطه. اخلص الجزئيه دي وارجع لكم. وده كده الشكل النهائي للشنطه بتاعتنا بعد ما خلصت وبعد ما ركبنا لها اليد كمان. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. هي زي ما شفت فكرتها سهله وبسيطه وتقدروا تنفذوها بكل سهوله، مش هتاخد معاكم اي وقت. تقدروا بقى تحكموا في الالوان براحتكم. الخيط لذيذ جدا في الاستخدام والشكل النهائي حلو. يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت تسيبوا لي رايكم في الكومنتات. وباذن الله نتقابل مع بعض قريب في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.